هل نفسك دلوقتي هي نفسك من سنة فاتت؟ طيب، هتقول لي من ناحية إيه؟ يعني هي من ناحية إيه؟ أقول لك من ناحية كل حاجة. عقلك، تفكيرك، شخصيتك، استيعابك للأمور، حياتك بشكل عام يا سيدي، حتى شكلك نفسه اتغير من سنة فاتت. فطبيعي أنت مش أنت من سنة فاتت. طيب، خلينا نتكلم شوية عن المجال بتاعنا. برضو نسأل نفس السؤال: هل أنت دلوقتي هو نفسك من سنة فاتت؟ عندنا في أسنان أو في المجال بتاعنا، اليوم بيفرق معاك. يعني في مثل كده بيقول لك: أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. ودي حقيقة فعلا يعني. آه، طبعا كل ما بتشتغل أكتر، كل ما بتستفاد أكتر، كل ما بتتعلم أكتر. فبالتالي أنت كل ما الوقت بيمر عليك، كل ما عقلك بيكبر، كل ما بتفهم الحاجات أسهل، أسرع. ودي حكمة ربنا، يعني ربنا خلقنا كده. فلما تشوف دلوقتي لو جبنا مثلا كده آه، طفل صغير، حد في ابتدائي، في إعدادي، وجبته مكانك في المستوى ده، أو في مثلا دخلت كلية، هل هيفهم نفس الحاجة اللي أنت بتفهمها؟ أو هيبقى درجة فهمك واحدة، أو استيعابكم للحاجة دي واحدة؟ عرفت. طيب، خلينا نشوف دلوقتي مثلا لو مدرس مثلا بيدرس الطلبة مثلا ابتدائي. خلينا نفترض مدرس بيدرس طلبة ابتدائي. هل هو المدرس عقله مدرس عقله على قد الحاجة اللي بيدرسها لطلبة ابتدائي؟ بالعكس، هو ممكن أحسن منه ومنك ولو درس لطلبة الجامعات مثلا هتلاقيه كويس قوي، وهتلاقيه حاجة ما شاء الله. بس هل هو عشان بيدرس مثلا حاجة لطلبة الليفل ده يبقى هو؟ لا، هو يعني بيعمل الحاجة دي عشان حاجة الطرف التاني اللي هو المستفيد منه هو عقله كده. ف... ودي حكمة ربنا. فلو اداله حاجة أكبر فبالتالي مش هيستوعبها، فبيشرح أو بيوصل له المعلومة على قد ما عقله هيستوعبها. تمام؟ طيب، خلينا نيجي عندنا بقى شوية. محدش فينا بيتولد كبير. محدش فينا بيتولد عنده كل حاجة. بنتعب، بنسهر، بنشتغل، بنيجي على نفسنا كتير عشان نتعلم وعشان نبقى حاجة. وزي ما اتفقنا اليوم بيفرق معاك. مش عشانك انت، يعني مش عشانك انت كيوم كتدريب ومجهود، دي طبعا حاجة أساسية مفروغ منها. بس انت مع الوقت كل ما عقلك بيكبر، كل ما بتلاقي نفسك خلاص انت الدنيا بالنسبة لك بقت أسهل. حاجة بتيجي في بالنا كلنا. يعني مين فينا بيقول يا لو ارجع امتحن ثانوية عامة تاني؟ ايه يا عم الكلام اللي كنا بناخده ده؟ اجيب 100% مرتاح خالص. دلوقتي بعد عقلك ما خلاص بقيت الدنيا، عقلك كبرت، حسيت ان الدنيا يا عم الدنيا كانت بسيطة. بس هي دي حكمة ربنا، ان انت كنت في الليفل ده فانت بتاخد الحاجة على قد المستوى ده. ودي حاجة احنا كلنا عارفينها. طيب، الحاجة اللي لما بنيجي بقى في المرحلة بتاعتنا، كل ما بتتعلم أكتر، كل ما بتشتغل أكتر، كل ما الوقت بيعدي عليك أكتر، كل ما بتلاقي عقلك الدنيا أسهل معاك. طيب، برضو حاجة كمان يعني، مش حتة الوقت بس، حتة الشغل نفسه. أنت لما بتيجي تشتغل، لو اشتغلت في اليوم مثلا 3 حالات، فبتلاقي الحالة التالتة أحسن من التانية، التانية أحسن من الأولى. فأنت كل ما بتشتغل برضو مع العمر ومع السن، فبتلاقي نفسك الخبرة بتزيد. طيب، ندخل بقى للحتة بتاعتنا. انت وصلت وربنا اكرمك، ما شاء الله، بقيت حاجة كبيرة. محدش فينا بيتولد، مش هتتولد استاذ، مش هتتولد مدرس، مش هتتولد دكتور. مريت بمراحل. المدرس لما رجع يدرس لطلبة ابتدائي، ما هو كان في ابتدائي. الدكتور لما بيدرس لطلبة جامعة، هو كان في جامعة، واخد المراحل. كلنا في مراحل معينة كنا بنعاني من حاجات معينة. وصلت للجامعة مثلا، خلينا نتكلم في المجال بتاعنا، كنت بتعاني شوية من الشغل، بتعاني من ضغط المحاضرات، بتعاني من الشغل الكتير، التدريب الكتير، الشغل مش أحسن حاجة إن أنت يبقى عندك خبرة. تعبت، وعارف إن المرحلة دي فيها تعب. وأنت حاسس والله، وبتبقى عارف يعني أنت يعني من حضرتك ما اتولدتش كده. خلينا متفقين إن أنت مريت بالمراحل دي، ويمكن كنت بتعاني أكتر، أو يعني كانت الدنيا، لو نفترض ان حضرتك كبير في السن مثلا، او استاذ كبير، او حد كبير في اي مجال ايا كان،
لما كان طالب في المرحلة دي عانى، كان بيعاني من حاجات، مش هنقول حاجات يعني، مش هنذكر حاجات، بس كل واحد بيبقى ليه، يعني كل واحد بيبقى ليه الحاجة اللي كان بيعاني منها في المرحلة دي. كلنا مش زي بعض، انت كنت بتعاني من حاجة، انا كنت يعني مش ده المقصد بتاعي. تمام، بس حضرتك فاهم وعارف ان المعاناة في الحتة دي، خلينا طبعا مثبتين، انت كل ما سنك بيكبر كل ما الدنيا بتكون اسهل بالنسبة لك وابسط. تمام، حضرتك وصلت وربنا اكرمك وتعبت على نفسك واشتغلت وبقيت ما شاء الله. لما تيجي بقى ترجع تاني ان انت خلاص ربنا حطك في مكان كويس، فبقيت بتدرس للطلبة مثلا اللي هم دول، بقيت مدرس يا سيدي وبتدرس تاني للطلبة ابتدائي اللي انت كنت طالب في ابتدائي في يوم من الايام. ما تعاملهمش بنفس المستوى اللي انت فيه حاليا. اه، مش هيفهمك. اه، انت برضو حضرتك لما كنت برضو في ابتدائي كان عقلك برضو اللي هو يعني حكمة ربنا، فانت وصلت وتعبت واشتغلت. فرق بيننا يعني او يعني ان طالب في ابتدائي او مدرس بتاعه، او ايا كان طالب جامعي بالمدرس بتاعه، فرق كبير. احنا متفقين خلاص في خبرة كبيرة، في ايام، في سنين، واتفقنا اليوم بيفرق، اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. فلما تيجي تعامله او توصل له معلومه، ما تتعاملش بنفس مستواك، يعني مستوى حضرتك ده تتعلم بيه مع، يعني تتعامل بيه مع زميل مثلا مع حضرتك، ما يبقاش حد لسه هو بيقول يا هادي بيقول بسم الله لسه، فانت بقى بتعامله الكلام اللي هو مش هيفهم. لو نفكر بس لحظه وتحط نفسك مكانه، او حضرتك ترجع بالزمن بس، ترجع شويه لايام ما كنت في حضرتك في المستوى ده، لا اكيد انت ما كانش عندك المعلومات دي، اكيد ما كانش عندك الخبره دي، اكيد ده 100%. تمام. فبالتالي لما تيجي تتعامل معاه يعني حاول ان انت على قد مستواه، هو احنا بنطلع السلم درجه درجه، فما يبقاش هو لسه في اول درجه وحضرتك ما شاء الله ربنا اكرم عليك، وتيجي تعامله من نفس الدرجه بتاعت حضرتك. مش طبيعي، مش لوجيك يعني، بس حضرتك نفكر فيها شويه، مش هتيجي يعني، صعب. ماشي هيمشي الدنيا معاك، بس هو مش فاهم يعني، هو الكلام بيدخل من هنا بيطلع من هنا، هيبدأ يفهم الكلام ده بعدين. طيب، ده لو افتكره، ده انا بقول ده لو فضل فاكره، يعني هو الكلام اصلا هيتنسى لان هو مش فاهمه، فبالتالي هو مش عارف الكلام ده فين ولا رايح فين ولا جاي منين، فهو مش مستفيد. طيب، حاجة برضو كمان برضو خلينا نتفق في المجال بتاعنا لما بنيجي مثلا نشتغل، خلاص حضرتك ما شاء الله الله اكبر يعني ما شاء الله، خلاص وبنوصل المعلومة في بقى حتة صغيرة قوي كده يعني. انا الحمد لله في مكانة دلوقتي ان انا بقابل طلبة كتير وبشوف حاجة كتير، مش قصدي على حاجة معينة او حد معين. لما بتيجي يشوف بقى، خلاص احنا هنتكلم براكتيكال بقى اللي هو الشغل العملي بتاعنا. خلاص حضرتك اشتغلت، فالطالب بيشتغل اللي حضرتك كنت بتعمله برضو لما كنا طلبة ولما كنا يعني في نفس الليفل. تمام. يجي بقى هو راجع لحضرتك بقى عشان يوري الشغل، حضرتك بتمسك الحاجة يعني. عايز اقول لحضرتك برضو يعني، قبل ما تقول كلمة يعني افتكر حضرتك كنت في نفس الموقف ده، يعني كان برضو في دكاترة كبار اكبر من حضرتك وقتها، كانوا اكيد بيدرسوا لك وكانوا برضو بيعملوا نفس يعني، مش هقول بيعملوا عشان انا ما اعرفش اذا كان حاجة زي كده. بس برضو انا بتكلم على انا كطالب دلوقتي، ما بتكلمش على انا كدكتور. انا كطالب وزي ما اتفقنا سن اقل من سن حضرتك، فبالتالي فرق المعلومات كبير، فبالتالي فرق الخبرة كبير. فخلاص انا اتعلمت ولسه في اول الدرجه لسه بسمي، وحضرتك ما شاء الله عملت حاجه مثلا، حاجه دي اكيد مش هتطلع كويسه، ده اكيد، ده كلام مفروغ منه، محدش فينا بيتولد عالم. تمام. حضرتك كلمه بتتقال بتبوظ الدنيا، وانا بشوف كتير قوي ويعني بيقابلني كتير قوي من ده. حضرتك تمسك الشغل كده اللي هو ايه القرف ده، كلمه كلمه ايه القرف ده. طيب، هل حضرتك حاسب او يعني عملت حساب ان الكلمة دي هتعمل معاه ايه او هتأثر عليه في ايه بعد كده؟ هل الكلمة بتقولها ممكن مش واخد بالك وبتقعد تهزر عادي مع زميل حضرتك، او ان انت عادي ايه يا ابن القرف ده؟ ومش بقول ان حضرتك ممكن كان شغلك حلو مثلا عادي، ربنا موهبة من ربنا، ومش شرط اننا نكون كلنا كنا، بس يا سيدي هنعتبر اننا كنا اسوأ مفيش خالص. تمام.
كلمة حضرتك بتقولها بتدمر كتير قوي قوي قوي، يعني حاجة فوق مما تتخيل. والله والله أنا بشوف طلبة عندهم عقدة نفسية، اللي هو طب تعالى نتكلم بالراحة كده. إيه المشكلة؟ غزالة أنا دي عقدة بالنسبة لي، مش هنقول مادة معينة أو هنقول تخصص معين. غزالة الحاجة دي بالنسبة لي يعني خلاص. طب ليه؟ نتكلم يعني، طلبة ومع بعض وبتاع بنتكلم، خلينا نتكلم. والله بشتغل يعني. أنا عارف إن شغلي مش أحسن حاجة. هو بيقول لك أنا مثلا أنا عارف إن أنا شغلي مش أحسن، وده الطبيعي. طبيعي إن شغلك يبقى مش أحسن حاجة. إيه المشكلة؟ ما أنت كلنا كنا شغلنا وحش أوي. تمام. كل ما اروح للدكتور او الفلان او الشخص الحد المسؤول، يشوف الشغل بتاعي، ايه القرف ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه العك ده؟ كلام كتير نفس هو بياخد الكلمة من هنا نفسيته بتتعب جدا جدا يعني. مش كل الناس زي بعضها. يعني انا مثلا سمعت الكلام ده في الاول في سنة اولى وما كانش ليا والله، يعني ما كانش فيس تو فيس، ما كانش انا المقصود من الكلام ده. كان حد قالها بشكل عام كده، اللي هو انتوا يعني بيحاول ان هو يبين، فاهم؟ فاخدتها تحدي، وانا كنت داخل اصلا المجال ده اللي هو تحدي بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي مش بيني وبين حد. انا بتحدى نفسي وبطور من نفسي، وان انا كنت فين وبقيت فين، فالحمد لله دي حاجه يعني بيني وبين ربنا وبيني وبين نفسي. تمام. خدتها تحدي. هو قال كلمه للجميع، كنا عدد، فقال الكلمه. فانا خلاص من بعدها طب تعالى بقى، يعني انا بحب الحاجات دي، طيب تعالى. الحمد لله. يعني الحمد لله والحمد لله اللي وصلت له، ولسه في كتير، ولسه اللي جاي. مش هقارن برضه اقول انا فين وهو فين، او ان انا كذا، او ان الشخص ده مش فارق معايا خالص. انا بتعامل ان انا كنت ايه وبقيت ايه. تمام، دي حاجه بتاعتي. بس مش كل الناس هتاخدها كده. في ناس هتاخدها اللي هو لا، نفسيتها هتتعب قوي، نفسيتها هتتدمر، نفسيتها اللي هو هي ممكن يسيب الكليه خالص. يعني انت متخيل؟ ممكن هو اصلا بيقول لك كده، اللي هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي وصلت لهنا؟ ازاي يا عم؟ ما هو وصل لهنا، ربنا وفقه ووصل لهنا، خد بإيده وعديه. يعني ما توقفوش، ما تقولوش كلمة ترجعه لورا تاني، ما تقولوش كلمة تكسره. ممكن كلمة بسيطة قوي، كده كده وحش. إحنا عارفين هو بيبقى عارف ان هو وحش، بس هو نفسه يتعلم، يعني نفسه يسمع كلمة حلوة، نفسه حد يقول له طب انا معاك. طيب هنصلح، هنعمل دي باظت، ما يهمش، فداك عادي، بوظ براحتك، هنعمل غيرها. كلنا كنا كده، كلنا بدايتنا كانت وحشة. ممكن لما يجي لك كلمة صغيرة صغيرة والله مش هتفرق معاك، بس هتفرق معاك كتير جدا. ما شاء الله، تسلم ايدك، حلو قوي، كويس، بس فيه يعني كويس. بس تعالى بقى ايه، واحدة واحدة. وبرضه لما تجيبه واحدة واحدة، ما تجيبهوش بالمستوى بتاع حضرتك، اللي هو حضرتك ما تكلموش بانك انت بتكلم حد في ماستر، ما تكلموش انك بتكلم زميل ليك نفس الليفل، ما تكلموش انك بتكلم حد مثلا في سنة يا سيدي رابعة خمسة. لا، انت حد لسه بادئ شغل، لسه بيقول يا هادي، لسه بيتعلم. ف هاتوا واحدة واحدة. يعني مش شرط تديله الحاجات الادفانسد قوي، مش شرط تديله الحاجات السوبر. هو مش عايز يبقى بروفيشنال، هو عايز يعرف البيزكس، هو عايز يعرف ازاي يبدأ الحاجة دي، عايز يعرف ازاي ما يحصلش الغلط ده، او حصل الغلط ده ازاي يصلحه. فخدوا على قد اللي هو يعني اعذروني، انا مش قصدي ان هو قد وكده، لا، احنا كلنا واحد. احنا زي ما اتفقنا، هو فرق، بس فرق وقت مش اكتر. فرق بين دكتور كبير دكتور صغير، كلنا دكاترة، كلنا واحد. مش قصدي ان انا بقول كده ان لا كلنا واحد. انا بس هي زي ما اتفقنا، فرق الوقت حضرتك اكبر شوية في السن، فاخدت خبرة اكتر، فاشتغلت اكتر، فشفت اكتر. فعقلك اللي هي الحاجة الاساسية مع الوقت خلاص بقى بيستوعب الحاجة أسرع وأفضل وأحسن. فبس عشان بنقول كده، إنما هي مش قصدي حاجة تانية، وما أقصدش حاجة تانية والله. تمام. اعذروني صوتي تعبان شوية. طيب لما خلينا نكمل موضوعنا. خدوا على نفس الحاجة، يعني بالراحة، اللي هو لسه بادئ خالص، ما تبقاش لسه في البيزكس وتدخل له في الادفانس. واحدة واحدة، الكلمة دي هتفرق معاه قوي. هتلاقيه هو حابب الشغل، هتلاقيه جاي لك تاني مرة مبسوط. والله يا دكتور يعني شوف أنا عملت اللي حضرتك قلت عليه، ها تمام.
برضو مش هيبقى تمام، ماشي والله حلو الحاجة اللي عملتها واحدة واحدة، حلو قوي تسلم ايدك. طيب الحاجة اللي بعدها بقى ندخل في الخطوة اللي بعدها. برضو هيعملها مش هتلاقيك برضو بروفيشنال، حلو ماشي، اديله كلمة حلوة، اديله بوزيتيف انرجي، اديله حاجة اللي هي تشجعه، هتلاقيه بعد كده هو حابب الشغل. يعني مش كل الناس لما هتديها سلبي هتلاقيه بيعاند وعايز تحدي، لا مش كله هيبقى كده، في بيعمل كده وان هو بيجي على نفسه عشان يثبت لنفسه مش لحد تاني. يعني انا لما عملت كده انا عشان اثبت لنفسي بس مش اكتر، مش عشان اثبت للي قال الكلمه او ان اللي قال الحاجه ان لا في غيرك يقدر، طالما انت وصلت ليه انا ما اوصلش، او ليه غيرك ما يوصلش. لا انا بثبت لنفسي انا ان انا اقدر اوصل عادي. مش كله هياخدها كده. ففي ناس زي ما اتفقنا بتضيع خالص، نفسيتها بتبوظ. فواحده واحده تقدر تاخده معاك، تقدر توصله. والله بعد كده لما هيقابل حضرتك يعني يعني هتلاقيه بيشيلك من على الارض. يعني هتلاقيه طاير بيك، اللي هو واخدك، اللي هو انت ما شاء الله بالنسبه له، وان انت حاجه كبيره قوي، وان انت وقفت جنبه، وان انت ساعدته. يعني هتلاقي حاجه كبيره قوي، هتحس نفسك كده اللي هو انت ماشي صح، بتعمل حاجة صح، بتلاقي ناس بتدعي لك، بتلاقي ربنا بيسرها عليك كتير، بتلاقي الدنيا يعني ما تعرفش والله، بس بتلاقي ربنا بيفتحها عليك كتير قوي. يعني دعوة انك حد بيستفيد منك او انت بتعلم حد بالراحة، يعني واحدة واحدة هو بيكمل معاك، يعني هو مش هيسيبك. بس احنا مثلا المرحلة بتاعتنا متقسمة، فاطلع معاه سلمة سلمة، خلاص انت حضرتك ما شاء الله خده معاك سلمة سلمة لحد ما يوصل. يعني مش هيبقى لسه في أول سلمة وهتقوم شده معاك مش هيجي، مش هيجي، واتفقنا وحكينا الكلام ده. خده معاك واحدة واحدة، هتلاقيه والله يعني هتلاقيه بيدعي لك. يعني هتلاقي كفاية دعوة إن حد يقول لك شكرا، يعني شكرا بس لوحدها، إن هو يقول لك شكرا كده ويبقى مبسوط، أو مبسوط إن هو اتعلم حاجة جديدة. فهتلاقيه نفسه بعد كده بيطور من نفسه، وحابب إن هو يعمل، وحابب إن هو يحقق، وحابب إن هو يوصل. فهتلاقي الدنيا حلوة قوي، هتلاقي ربنا بيرزقك والله يعني من واسعة، هتلاقي الدنيا يعني مريحة. يعني بلاش ان انت تكون سبب ان انت تأثر على حد بالسلب، بلاش انك تكون سبب انك يعني تخلي حد يغير حياته، او انه يغير حياته للأسوأ. يعني ربنا يجعلنا سبب اننا نخلي الناس للأفضل، ويجعلنا احنا الأفضل دايما. صدقني تفرق قوي، تفرق قوي. فيعني بلاش اننا نكون حاجة زي كده. ويعني أتمنى تكون رسالة وصلت، وأتمنى يعني الحمد لله. يعني بعتذر تاني على صوتي تعبان شوية. بالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكم دايما في أحسن حال. السلام عليكم.